أنا دكتور مناعي، رجل الجيش ذو الصولات والجولات في محاربة المعتدين والميكروبات. قالوا لي إن في خلايا سرطانية وأنا جاي أخلص عليها. مين ده؟ فهمي؟ مالك يا فهمي؟ أنا متحمس قوي. قالوا لي إن في علاج جديد للسرطان، علاج موجه وعلاج مناعي. يا ترى العلاجات دي هتخلص على السرطان؟ ممكن تفيدوني يا دكاترة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من كابسو كاست. سمير وأسامة، البودكاست اللي بنحاول نقدم فيه معلومة طبية بشكل علمي ومبسط. أهلا بيك يا دكتور أسامة، ومبروك عليك النيوروك. أهلا بيك يا دكتور سمير، أتمنى يعجب السادة المشاهدين. النهاردة هنكمل إجابة على سؤال فهمي عن علاج السرطان. يلا بينا نبدأ. خلينا الأول قبل ما نتكلم عن أنواع العلاج اللي فهمي سأل عنها، نتكلم عن حاجة اسمها تحاليل المؤشرات الحيوية. دي جزء من حاجة اسمها الطب الشخصي أو الطب الدقيق. يعني العلاج يتفصل على حالتك أنت بالذات، طبقا لوجود جينات أو بروتينات أو مواد مرتبطة بالورم جوه الجسم. كل مريض سرطان ليه مصمع أو نمط معين ممكن التعرف عليه من خلال تحاليل معينة، والنتيجة بتاعتها بتساعد الطبيب يختار العلاج الأنسب والأدق ليك. ليه التحاليل دي مهمة؟ لأنها بتساعد في تشخيص السرطان أو متابعة الحالة بعد العلاج، وكمان لأنها بتحدد إذا كان في علاج موجه أو دواء معين هيفيدك. التحاليل دي بتتعمل لمرضى السرطان سواء كان عندهم أورام صلبة زي الثدي والقولون أو سرطانات الدم. خلينا ندي مثال مشهور. في بعض سرطانات الرئة لو الورم فيه تغيير في جين اسمه EGFR، المريض يقدر ياخد دواء موجه اسمه مثبط EGFR. عشان كده مهم نعمل التحليل ده عشان ندي المرضى دول فرصة أفضل في العلاج. يعني التحليل ده بيوضح البصمة الجينية للورم بتاعك، وبالتالي يخلي العلاج أنسب، أدق، وأقل في الأعراض الجانبية. ده ينقلنا للعلاج نفسه ولسؤال فهمي سأل عن نوعين، العلاج الموجه والعلاج المناعي. خلينا نبدأ بالنوع الأول. إيه هو العلاج الموجه؟ هو نوع جديد من علاجات السرطان، بيستهدف بروتينات أو تغيرات في الDNA بتخلي الخلايا السرطانية تكبر وتنتشر، وبدل ما يضرب في كل الخلايا زي الكيماوي بيركز على الجزء اللي فيه المشكلة. وده أساس حاجة اسمها الطب الدقيق زي ما قلنا من شوية. في كذا نوع من العلاج ده، زي أدوية اسمها الأدوية الجزيئية الصغيرة. دي أدوية تدخل جوه الخلية وترتبط ببروتينات أو جزيئات معينة وتوقف نشاطها. عارف حصان طروادة؟ الأدوية دي حصان طروادة دوائي، يدخل جوه الخلية من غير ما يتشاف، وبمجرد ما يبقى جوه يفتح المعركة ويدمر نقطة الضعف اللي السرطان عايش عليها. حلو التشبيه ده يا دكتور سمير. النوع التاني من العلاجات الموجهة اسمه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. معلش اسمه معقد شوية بس هنحاول نبسطها. دي برضو بروتينات معمولة في المعمل، بتهاجم بروتينات بس المرة دي على سطح الخلايا السرطانية، يعني من بره. ممكن تعلم السرطان عشان المناعة تهاجمه، يعني تلبسه العمة عشان يبقى شكله واضح، أو توقف نموه، أو توصل له علاج مخصوص ديليفري، يعني بس ديليفري مخصوص في سم قاتل. حلو برضو تشبيه الدليفري ده. طيب إزاي العلاج الموجه ده بيحارب السرطان؟ النوع ده من العلاج يساعد خلايا المناعة تكتشف الخلايا السرطانية، يعني مخبر سري. ممكن كمان يوقف بروتينات حصل فيها طفرات بتخلي السرطان ينقسم بلا توقف. فاكر لما اتكلمنا عن العربية والفرامل والبنزين والميكانيكي؟ العلاج الموجه ممكن يوقف العربية اللي ماشية بجنون. ده مش بس بيوقف البنزين، ده كمان ممكن يشتغل كأنه بيصلح الفرامل. فاكر الجينات بتاعت الفرامل؟ لما نصلح الفرامل الخلية السرطانية تتوقف عن الانقسام وممكن تموت بشكل طبيعي. وإيه كمان؟ العلاج الموجه ممكن يقطع الدم عن السرطان، يعني يمنعه يكون أوعية دموية، وبالتالي يحرمه من الأكل والشرب، أو يحرمه من هرمونات هو محتاجها عشان ينمو، وبكده نحصره من كل اتجاه ونقدر نتخلص منه. مهم نقول إن العلاج الموجه رغم إنه أذكى من الكيماوي العادي، لكنه برضه ممكن يعمل مشاكل زي الإسهال وارتفاع ضغط الدم والتعب وقرح الفم. بس لحسن الحظ في أدوية بتعالج المشاكل دي أو تمنعها من البداية، وأغلب الأعراض الجانبية دي بيختفي بعد نهاية العلاج. اتكلمنا النهاردة عن العلاج الموجه، نرجو إننا نكون قدمنا معلومة مفيدة
وجاوبنا عن جزء من سؤال فهمي. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن العلاج المناعي. شكرا صديقي أسامة. شكرا صديقي سمير. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة. إلى اللقاء.